طلب العافية مهم، لأن البعض يعتقد تصورات مي صح. الأئمة كانوا يصححون هذه التصورات الخاطئة. يعني في البعض كان يطلب من الله الصبر. هذا الإمام السجاد في الرواية في الطواف، واحد اللهم إني أسألك الصبر، فالإمام قال له سألت البلاء، قل اللهم إني أسألك العافية والشكر على العافية. ليش تطلب الابتلاء؟ اللي يقول أعطني صبر يعني يقول يا رب ابتلني. ترى هو الطاعم الشاكر ثوابه مثل الجائع الصابر، فأنت أطلب من الله العافية. البعض يتصور أنه إذا الإنسان عصى بيعذبونه يوم القيامة، فيقول يا رب أنا أريد العذاب في الدنيا مو في الآخرة. هو فكرته يقول يا يعذبني الله عقوبة ذنبي في الدنيا أو في الآخرة، الآخرة أشد، خلني أقدم الدنيا. هي تصور إنسان عادي. رواية تقول النبي صلى الله عليه وآله صلى فقرأ سورة القارعة. القارعة ما القارعة، مرعب المشهد، النبي اللي يقرأ. فواحد من المصلين في صلاة المغرب دعا الله يا رب عذبني بذنوبي في الدنيا مو في الآخرة. فمرض مرض شديد. النبي صلى الله عليه وآله وش قال له؟ بئس ما قلت، ليش تقول عذبني في الدنيا؟ ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا له حتى أفاق، يعني تخلص من مرضه. في رواية مشابهة تقول أن النبي ذهب أو رأى رجل كأنه، الرواية تقول فرخ منتوف من الجهد يعني المرض. فالنبي سأله كنت تدعو شيء؟ هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. نفس الخطأ. فقال له النبي صلى الله عليه وآله ألا قلت اللهم آتنا، هناك ربنا كالقرآن، هنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فدعا الله فشفاه. إذا المطلوب أن بدل ما أروح أتصور روحي فاهم وأطلب شيء خطأ، أروح إلى أهل البيت وش يعلموني. لهذا في رواية عن مولانا الرضا أن النبي يوسف شكى الله السجن، يا رب بما استحققت السجن؟ فأوحى الله إليه أنت اخترته حين قلت رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنت قلت هذا، لين هم خيروك بين سجن وفاحشة، بس مو بيدهم الأمر، بيدي أنا في خيار ثالث. هلا قلت العافية أحب إلي مما يدعونني إليه، جمعوا دشيناك السجن. فإحنا نقدر نطلب العافية حتى لو عصينا، الله رحيم، نطلب العافية يعافينا، نستغفر يخلصنا من العقوبة. فإذا المطلوب أن نسأل الله العافية على مستوى الامتحانات، بل في الروايات حتى لا تطلب قتال يا أعداء، يعني جهاد. يمكن أنت مو قد هالطلب. شلون يعني إحنا في الدعاء علمنا القرآن لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يوجب علينا وجوب شيء وإحنا مو قده، نسقط في الامتحان. فحتى هذه المسألة يا رب لا تبتلني بتكليف فوق طاقتي، إذا بتكلفني كلفني فيما هو في الوسع واليسر حتى أنجح في الامتحان. إذا نسأل الله العافية على مستوى الدين وعلى مستوى البدن. ما الذي يورث العافية؟ هناك أمور رويت نؤجلها إلى أسبوع آخر. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.